اول مرتب عيد خده كان كام؟ مم. وازاي انا كواحد ابيض صفر ما مش فاهم اي حاجه، ازاي ابقى انا ده دخلي، مصدر دخلي الاساسي والرئيسي والاول والاخير؟ هم نادرين ده عشان هم عندهم منتاليتي احسن منك، فانت محتاج تربي المنتاليتي لان كلها هتتعلم اديتنج. يجيلك واحد خد كورس 3 شهور، ده الكورس السحري بتاع اي حد، جامد. ويخلص الكورس بقى عاوز يشتغل. ما يعمل كده. انترفيو، البودكاست اللي هيفتح لك دماغك قبل ما يفتح لك أبواب العالم الإبداعي. في كل حلقة بنجيب حد جامد من مجال مختلف ونقعد ندردش معاه عن الشغل، الرحلة، وأسرار المهنة اللي محدش بيقولها في الكورسات. معانا النهارده عبقري من عباقرة الزمان، نقل الايديت والمونتاج في حتة تانية خالص. معانا محمد عيد. الله يسترك والله. الله يسترك والله. انت انسان الله شاطر يبارك لك. جدا، الله يبارك لك والله. وانا بحبك شخصيا. شكرا. فاحكي شكرا والله. لنا بقى. تعمل ايه الاول؟ انا الحمد لله والله كويس، الله يبارك. انا مبسوط ان انا هنا عامة يعني. شكرا. ماشي. قول لي بقى. مين عيد؟ بتعمل ايه؟ شغال ايه؟ مجال يعني وظيفتك ايه؟ يعني محمد عيد، عندي حاليا من السنين 26 سنة. ما شاء الله. يعني فاهم مش انجاز. استنى. ماشي معاك. بعد كده اشتغلت من وانا عندي 17 سنة فيديو اديتور. جميل. قعدت العب شوية كده مع نفسي لغاية ما حبيت اخد الكارير ده كحاجة يعني بروفيشنال. مم. فاشتغلت فيديو اديتنج من 2019 مثلا فريلانسنج. وبعد كده لما جت الكورونا حبيت ان انا اشوف بقى فول تايم واون سايت وانزل واتعلم وهكذا واكمل في المجال ده اكتر واكتر واخدها بروفيشنال في ليفل تاني. فنزلت في شركة ادفرتايزنج ايجنسي اسمها اوت اوف ذا بوكس. مسكت الاستوديو بتاعهم، اشتغلت موشن جرافيك، اشتغلت فيديوجرافر، اشتغلت فيديو اديتور. بعد كده يعني قعدت اتنقل بقى لغايه ما بقيت سينيور. وبعد كده بقيت بصور مع جنب الاديتنج. وبعد كده بقيت دي او بي مع الاديتنج. اشتغلت شويه اعلانات صغيره، اشتغلت شويه حاجات بره في السوق السعودي الخليجي عموما. بعد كده اشتغلت في حاجات ليها علاقه بكاس العالم اللي فات. يعني اشتغلت بعد كده في شركه بتنتج بودكاست زي دي كده اسمها تي بي بي او ذا بودكاست معروفة طبعا. برودكشنز. اشتغلت معاهم كسينيور اديتور. نزلت حاجات ليها علاقه بشاهد بودكاست زي اشتري مني وكبرني وحاجات كده. بعد كده يعني اشتغلت بقى في شركات ليها علاقه ماشي. بالتقسيط. شغال فيها دلوقتي كميديا مانجر عموما، مسؤول عن البرودكشن عموما. وشغال في شركه بره كاديتور تيم ليد، ماسك الايديتنج عموما، ممكن نقول البوست برودكشن. جميل. بس وهكذا يعني. وده انا. بس بعد 8 سنين ولسه بيجري ويعافر والجو ده كله. ما شاء الله. بس يعني وصلت لحتة حلوة ما شاء الله. الله يبارك لك. بس حاسس ان لسه يعني لسه برضو ما بعرفش اقول اني وصلت الحته اصلا يعني. ليه؟ بحاول افضل ماشي. لو وصلت فهلبد هقعد. لا بس على الورق يعني لو ماشي. حطينا بصراحه بالظبط. بس الواحد فكانت بيخاف يعني. عارف بجد بخاف من النفسيه بتاعت ودي تقريبا اي حاجه بتحصل في الميديا محتاجين نقولها، ان هو ما تقولش انك وقفت، ما تقولش انك وصلت حتى. فاهم. لو قلت انك وصلت هتكسل. ايوه صح. بس طيب انا بس ايه يعني الناس دلوقتي تتفرج ايه المونتاج وايه الايديت وايه القصه دي عامه، وازاي انا كواحد ابيض صفر ما مش فاهم اي حاجه، ازاي ابقى انا ده دخلي، مصدر دخلي الاساسي والرئيسي والاول والاخير يعني. ماشي. طيب هو يعني تعالى نقسمها كشقين، شق كرييتيف وشق بيزنس. حلو. فانت في العادي لما بتيجي تخش المجال ده بتحس بالكرياتيفيتي شويه، ان انت عايز تبقى كرياتيف ومبدع وكل الكلام الجميل ده. فتعالى نبدا من السكه دي الاول. علشان تبقى اديتور محتاج تبقى راوي، محتاج تبقى حكاء، محتاج الماتيريال اللي معاك تعرف تحكي بيها حدوته تضحك، او حدوته تعمل اللي انت عايز توصل بيها حاجه. جميل. شرط تضحك، حدوته تبسط اللي بيتفرج عليها ايا كان. وممكن احساس الانبساط ده يجي بان انت تكون عايز توصل له حدوته دراميه، فممكن يعيط فيحس باحساس ان هو في الاخر اتبسط انه يتفرج على الكلام ده. ايوه فاهم. فلو انت مثلا عايز تنزل تصور حاجه دلوقتي، على ايام انا كانت صعبه. كانت الموبايلات لسه مش اقوى حاجه في الدنيا، حتى لو كان بيتقال عليها قويه، بس كان
مش زي دلوقتي. ما كانش فيه وسائل زي التيك توك دلوقتي، يعني طلع عليا الريلز لما كنت صغير. فدلوقتي الموضوع اسهل، ان انت عايز تحكي حدوته احكيها، بس في نفس الوقت تحكيها بشكل بريميوم، او احكيها جميل. بشكل انت عايز توصله عموما. جميل. مش بريميوم ان انت تجيب اضاءات ولا كاميرات ولا حاجه، بس بريميوم ان انت اللي عايز توصله يوصل. مظبوط. فدي الحته الكرييتيف. انا بالعادي بشوف الايديتنج منتاليتي، وبعد كده بقى اتعلم ازاي تedit. فهي دي المنتاليتي، انت تبقى حكاء وراوي، اي حاجه بتجيلك انت بتعرف تحكي بيها حاجه. طب دي حاجة ممكن اكتسبها؟ يعني حاجة انا ما بعرفش اعمل كده بس ممكن ابقى ما احنا ما اتولدناش بيها يعني. جميل. هو في الفكرة ناس إحنا- بتبقى اللي في ناس هو بتبقى شاطره، عندها بس في نفس المهارة دي. الوقت في يعني الفكره مش في انك بترغي، هو الفكره في انك تتعلم ازاي تتكلم اصلا، او ازاي تخلي الفيديو اللي معاك ده يتكلم. بس هي دي جميل. الفكره. هي مكتسبه طبعا، حاجه مكتسبه. الموهبه، في العادي بقول ان الموهبه طول عمرها مكتسبه، احنا كلنا جوانا شويه مواهب كتير كده. جميل. فانت صح. بتشوف انت هتنقي ايه وتكبره يعني. صحيح. انا ماشي، فانت بتشوف انت هتنقي ايه وتكبره جميل. بس. طيب معلش برضو نرجع لحتة المينتاليتي دي. ازاي انمي الحتة دي عندي، ان انا بعرف احكي حاجة اول وفيجوال؟ حاجه تعرف العلم بتاع الايديتنج، ان انت تعرف ان كل حاجه ليها بدايه ووسط ونهايه. اي حكايه كده، اي حكايه في الدنيا تعرف ان هناخدك في حدوته، وبعد كده نحكي مين ابطال الحدوته، وبعد كده في النص نحط التويست، وبعد كده في الاخر نقفل. ابسط صح. مثال. وبعد كده تتعلم ازاي اصلا تحط طبقات على الحاجات دي كلها، تبسطني بصوت معين، تبسطني بكادر معين، صحيح. تبسطني بصورة معينة. بس بعد كده بقى زي عايز تتعلم ماتيريال اديت. بصراحة دلوقتي اليوتيوب او عموما اي بلاتفورم دلوقتي بقى فيها ازاي تتعلم تedit، فدي حاجة اسلس واسهل، وتتعلم ازاي تلون، وتتعلم ازاي تعمل التكنيك اللطيف ده في الاديت وهكذا. فوسائل التعليم بتاعت تولز الاديت متاحة، بس وسائل من اللي تعلمك المنتاليتي دي اللي بقت لسه، مش هقول ان هي لسه مش موجوده، بس هقول الشاطر هو اللي بيعرف يتعلمها. يعني الموضوع مش في انك تعلم ازاي، الموضوع انك تبقى شاطر اصلا تتعلمها. مفيش مكان هروحها هيعلمني الحتة دي. محتاج ان انت تبقى مركز ازاي تتعلمها، ما تبقاش موظف. ايوه ايوه. يعني انت مش موظف في الايديت، انت كرييتيف. جميل. فده جزء الكرييتيف. جزء البيزنس بقى، انت محتاج تتعلم في البيزنس ان انت الحكايه اللي بتحكيها دي المفروض ازاي تبيع. صح. فانا عن نفسي لما حبيت ان انا اخش في الحته دي، حسيت ان انا ما كانش ينفع اخش من غير ما اخد ماركتنج دبلومه مثلا، مع ان انا مش بتاع صح. ماركتنج قوي. انا مم. يعتبر شق تنفيذي، ان هو بينفذ فيديو، وحتى بيقول لي هتنفذه بناء على كذا عشان يجيب كذا. ايوه ايوه. بس انا برضو بريف. بفهم هو ليه هيجيب كذا، عشان لما اجي اشتغل اعمل حاجه زياده ممكن يكون هو مش واخد باله منها، فاقول له انا عملت الحته دي عشان الحته دي. جميل. بس يعني فتعلم تسويق علشان تعرف البيزنس ده بيمشي ازاي. بس يعني طيب انا مثلا خلصنا الحته المنتاليتي دي واتكلمنا عليها كحاجه بقى على الكمبيوتر، اللي هو كمثلا كبرامج، اتعلم ازاي احط طبقات والكلام ده كله. يعني الحاجات اللي بفلوس، الحاجات المدفوعه اكتر او هتديني اكتر من الحاجات الموجوده اونلاين فري على يوتيوب؟ ولا يعني طالما ايه؟ دفعت ماشي، هسألك انا انا؟ السؤال ده. يعني ايه حاجات مدفوعة، يعني ايه حاجات اونلاين، او يعني ايه حاجات فري؟ يعني مثلا في كورس فلان الفلاني عامله بمبلغ كذا، وفي كورس عادي على يوتيوب، لا فاهم قصدي؟ لا، انا ما اتعلمت خالص. اتعلمت ب... على قناة كده كان اسمها دروس اونلاين، اللي هي بتاعت احمد ابو زيد عادي. ايوه ايوه. كان عامل ساعة اديتنج بيعلمك المونتاج فيها. ده بدايتي. انا دي ساعات البداية. بخش اتفرج الى الان عليه عشان افتكر حاجة، مم. مع ان انا بستخدمها كل يوم، بس بفتكر هو عمل ايه. جايز يكون عنده من المينتاليتي شيء، يكون حطها في حتة بطريقة ما بتفيد. تكون لطيفة وانا كنت ناسيها مثلا. ايوه ايوه. بس طب احنا محتاجين نركز على المينتاليتي، محتاجين نركز في الفيديوهات حتى اللي بنشوفها، والتغذية البصرية بقى بشكل عام. بص، هو عموما وده بيقال عليه في سوق الايديتنج يعني، مم. او خلينا نقول الماركت، عشان انا في العادي بحب امصر المصطلحات جميل. واخليها كده طب براحتك خالص. بسيطه. بس هو في نفس الوقت لو احنا قلنا الماركت بتاع الايديتنج او الفيديو ايديتنج، هو ماركت اي حد بيخشه، فبتلاقي الشطار فيه نادرين شويه. حلو. فهم نادرين ليه؟ هم مش نادرين عشان هم مش عارفين، هم عارفين التولز اكتر من ناس تانية. هم نادرين أيوة. عشان هم عندهم منتاليتي احسن منك. فانت محتاج تربي المنتاليتي، لان كلها هتتعلم اديتنج، كلها هتتعلم تولز بريمير عادي، هتتعلم كولرنج دافينشي، كلها هتتعلم على فاينل كات لو هتشتغل على ابل. ايوه. عرفانتك بقى ازاي تمنتج بالموبايل لو انت محتاج تمنتج وتطلع حاجه شبه اللي بيطلعها بريمير.
جامد. اي حاجه، اي برنامج محتاج تعرف تكت بيه حاجه، هو محتاج المنتاليتي بتاعتك. صح. بس طيب انا اتعلمت واشتغلت على المنتاليتي مم. وبقيت بطلع فيديوهات كويسه، مش ماشي. اجمل حاجه لكن كويسه. بس انا عامل كل ده عشان بحبه، ولكن في حاجه بقى نسينا اللي هي الفلوس. مم. فانا انا دلوقتي اديتور، وصفت نفسي كاديتور وعاوز اشتغل، عاوز اجيب فلوس. ماشي. فهنتكلم معلش على حته الفريلانس، ازاي اخد التجربه دي، والشركات ازاي اقدم وازاي اتقبل في ماشي. الشركه. انا في الاول او عموما يعني لما تيجي تحتاج ان انت تبقى تقدم في شركه، خلينا نقول قسم الشركات دلوقتي، سيكشن الشركات ده لو انت عايز تروحه، فانت محتاج يبقى ليك بورتفوليو، محتاج تكون صورت حاجات، محتاج تكون منتجتها، مش شرط تكون خدت منها فلوس، يا دوب صح. خدت منها اسم ليك تعرف تحطه في البورتفوليو بتاعك، وبعد كده تقول لهم انا عملت الشغل ده. مبقاش حد دلوقتي بيهتم بفكره السي في بس قد ما بيكون جنبه البورتفوليو بتاعه. يعني اهم حاجه في القصه دي البورتفوليو. وريه انت بتعمل ايه، صح. وريه انت اشتغلت ازاي، صح. علشان على الاقل لو هيعرف هو هياخد انهي ليفل وهيربيه ولا لا، وهيشتغل معاه فين وهكذا. فمحتاج بورتفوليو. البورتفوليو ده، وبالمناسبه والله كمان في الفريلانسنج يعني البورتفوليو ده بتحتاجه في الاتنين، بس اللي بيخلي الدنيا اسرع شويه في البورتفوليو، اللي بيطلع بورتفوليو بسرعه، هو الشركات. انا لما دخلت في الفريلانسنج الاول دخلتها على اساس معارف، في الاول كانت ريكومنديشن، ده طريقي يعني. دخلت ريكومنديشنز الاول في فريلانسنج، بعد كده حطيت فيديوهين 3 على البورتفوليو، وبعد كده قدمت بيهم في شركات كتير، اترفضت فيها، وبعد كده اتقبلت في شركه. ايا كان الشركه اللي قابلتك، ما تركزش في فلوس في اول شركه، ما ماشي. تركزش ان شاء الله تاخد 4 جنيه ونص، مش هتفرق حاجه يعني. تمام. بس دخلت، حاول بقى ايه، تاخد 4 جنيه ونص وتاخد بورتفوليو، وبورتفوليو جامد، والشركه مش هتجيب لك البورتفوليو الجامد، انت اللي هتعمله بنفسك. فهتلاقي الشركه دي ممكن في لحظه ممكن تكون اتسيطت على حسك، بس انت تمام، ما انت كسبت. ايوه مش صح. مشكله. هنا بقى اللقطه، المنتاليتي بتاعتك هي اللي هتفرق في انك عملت بورتفوليو رايق، عرفت بتقدم في شركه اشيك تديك 9 جنيه. تمام. ماشي. ايوه. بس هي دي الفكره بقى. بالبورتفوليو ده هتلاقي الناس بتتفرج عليك، فعملت لك حاجه اسمها هيد هانتنج، او ان هي عايزه تجيبك. ممكن تجيبك فول تايم تاني، ممكن تجيبك في فريلانسنج، فهي بتمشي كده. البورتفوليو بتاعك اهم شيء، هو جنبه بقى حاجات لينكد ان بقى وحاجات زي كده يعني. ماشي. طبعا انا عاوز اعرف ايه امثله يعني احنا مثلا عندنا في مجال الديزاين هو بيهانس، اعمل الديزاين اللي انت عايز تعمله اعمله ونزله على بيهانس، وده البورتفوليو بتاعك. ماشي. انتوا كايديتورز ايه الدنيا؟ في ناس بتحط البورتفوليو بتاعها على بيهانس عادي، لو هي عندها بروجكتس زي موشن جرافيك، او والله ساعات فيديو اديتنج بس ليها علاقه مثلا باعلانات كتير وهكذا. انا في العادي البورتفوليو بتاعي مش بيهانس بقى، في بورتفوليو اسمه فيميو، vimeo.com vimeo. ده مخصص اصلا للاديتور اكتر، اديتورز اكتر. بترفع عليه شغلك، سواء انت صورته، سواء انت عملت له اديت، سواء انت اخرجته، سواء انت عملت له بوست برودكشن، عملت له برودكشن، عملت له بري برودكشن. فانت بتقول ده الفيديو ده انا عملت فيه كذا. حلو. وسهل، هو بس غلس شويه في كام حاجه، بس هو لطيف يعني في الاخر هنقبل بيه يعني. غلس كايه كان هو ليه مثلا ليميت ترفع بيه حاجتك، يعني ليه 5 جيجا بس في حياتك، في حياتي. بس انت بترفع الفاينل بروجكت، فبترفع تمام كواليتي لطيفه يعني. بس حاجات زي كده بس في الاخر بورتفوليو بتتفرج عليه، بتشوف الاناليسيس بتاعتك، لو في ناس دخلت على الفيميو بتاعك، الفيوز وهكذا، بيتعامل معامله اليوتيوب سيكا كده يعني. بس جميل. احنا اتكلمنا في ازاي ابدا، والمنتاليتي والكورسات والكلام ده، وازاي تعمل البورتفوليو بتاعك. عملت بورتفوليو وانا عاوز اقدم على شركات. انت قلت ان انت بتخش تقدم على 20-30 شركة، وفي حاجة هتقبلك لان انت هتبدأ فيها وما تركز قوي على الفلوس. هل في حاجة معينة او هل في طريقة معينة اتعامل بيها مع الاتش ار اللي انا رايح له، او اتعامل بيها مع الشركة، ولا انا خلاص انا دخلت دلوقتي الشركة قلت لهم انا مونتير او انا اديتور ورميت لهم السي في بتاعي ولا البورتفوليو بتاعي وخلاص؟ هقول لك، فعاوزين اصح حاجة هتعامل معاه كده. في الاول بتسأل نفسك الشركة اللي انت هتقدم فيها دي البورتفوليو بتاعك فيها حاجة شبه الاندستري دي ولا لا. جميل. يعني مثلا انا لما جيت اخر شركة دلوقتي دي، اللي هي الشركة دي، هي شركة مثلا الاندستري فيها بتاع عربيات، ما هي دخلت في اندستريز كتير، بس انا مرة اندستري عربيات. حتى ثقافتي الشخصية وحتى يعني تعليمي ما حبيتش العربيات، كنتش بحبها.
فانا عارف ان انا لما بقدم انا عندي الحته دي ضعيفه سيكا يعني، ببقى عارف نفسي اصلا أيوة قبل صح. الاتش ار يعني. جميل. فبيجي يسالني بيقول لي انت اشتغلت على ايه، وانا اشتغلت على اندستري كذا واندستري كذا واندستري كذا واسواق كذا واسواق كذا واسواق كذا، لحد ما تشوف انت ده انت. والسي في بتاعي بيعكس ده، علشان هتسأل في السي في بتاعي، ما انت ما تكتبش حاجه مجعلصه في السي في بتاعك هتتسأل فيها. صحيح. قادر تجاوب جاوب، مش قادر انت غلطان. فانت تبقى عارف اصلا الاتش ار لما يسألك السؤال ده انت هتبقى انت شخصيا ايه، هل انت كفاءة فيه ولا لا. ماشي. فبمنتهى الصراحة بتبقى صريح، انت مش كفء في الاندستري بتاعت العربيات، بس انا كفاءة في ان انا اطلع الاندستري دي تحفة، علشان انا بقالي كتير في ماركتس كتير، فاكيد شفت حاجة ممكن اوظفها في العربيات تبقى جديدة في سوق العربيات. ما هو مش معنى انا جايلك من السوق من اسواق مختلفة وانا اول مرة اخش إن أنا ده عيب. أعطل هنا. فانت دي برضو منتاليتي انه امتى هتوظف الحاجات اللي بره تبقى مطوعة جوه يعني. احنا اتكلمنا في كل حاجة تخص اي حد عاوز يبدأ المجال ده يعمل ايه، صح. من المينتاليتي والحاجات التكنيكال. مم. خليني بقى اتكلم انت كعيد بقى، عاوز اسمع منك اهم مشروع او احسن مشروع اشتغلت عليه. يعني ممكن بصراحة اقول لك الفترة دي انا كنت بحبها صراحة، احسن فترة اللي هي مثلا كان الشغل على بودكاست عموما او تي بي، يعني ما كنتش شغال في تي بي بصراحة. بصراحة انا يعني كنت بحب الفترة دي، بحب النوعية دي من الشغل، ان احنا حتى قاعدين ممكن نكون بنتكلم مع بعض، بحسها قاعدة لطيفة قاعدة سهلة، بس في نفس الوقت هي قاعدة فيها كلام مفيد يعني، فدي حاجة بتبقى لطيفة يعني. وبصراحة ده اكتر حاجة، لما رحت مثلا تي بي كنت فان في الاول ليها، بعد كده رحت اشتغلت على حاجات انا بحبها اصلا في الاول، فكنت اللي هو يعني انا تمام يعني طفل بيشتغل في حاجة هو بيحبها اصلا، يعني هو بيتفرج عليها، يعني هو بيشغل فيها وهو بيتفرج عليها اصلا يعني. بس كان عندي احساس لطيف كده انا بتفرج على حاجة وانا قبل ما حد تاني يتفرج عليها يعني. بس ودتني في حتة زي شاهد، ودتني في حتة زي كذا، وفي نفس الوقت ودتني في حتة مثلا مع ناس تانية وهكذا، فكنت بحبها يعني. بس طبعا يعني طبيعي انه حتى اتضايقت حتى لما سبتها، انه اي رحلة بتخلص يعني. صحيح. بس يعني بس قعدت قد ايه هناك؟ قعدت 9 شهور او سنة حاجة كده يعني، جميل. في الليفل ده يعني. خبرة واستفادة وكل اتبسطت اول بس. حاجة، ما هو اتبسطت قبل الخبرة اه وخدت خبرة وبلاش فلوس، خدت خبرة بلاش فلوس، لا فعلا يعني تمام يعني، زي الفل. اتبسطت وخدت خبرة. جميل قوي. طيب ده احسن مشروع او من ألذ المشاريع اللي انت اشتغلت عليها؟ وشوية حاجات ليها علاقة بكأس العالم مثلا، بس بصراحة ما يجيش حاجة جنب الحاجة اللي انا بحبها. انا بحب جنرال بودكاست عموما بصراحة. أيوة. جدا يعني. جميل قوي. ارخم مشروع اشتغلت عليه، سواء كان فريلانسر عادي او كان فريلانس، وسواء في شركة بروجكت طلع عينك. بص انا ممكن اقول لك عموما عشان ما نقولش اسامي يعني، انا بقول ان اصعب مشاريع هي العشوائية. جميل قوي بصراحة يعني ماشي. بدون بريف. مش بريف، هي حاجات اكتر من بريف طبعا ده حاجة، بس ماشي. في نفس الوقت لا معاك ماتيريال ولا معاك بريف ولا معاك حاجة تقولك الكلاينت ده عايز ايه، والكلاينت نفسه مش فاهم هو عايز ايه وهكذا، فاحنا قرفانين كلنا، فاحنا مش هنطلع حاجة لان مفيش حاجة. انت تحولت الى الساحر مدحت فيطلع حاجة نظيفة. جميل. هات بقى حاجة نظيفة، طلع منها حاجة نظيفة. والله مش هينفع. طب ما انا كمان مش هينفع يا ريس. ما الاكونت مانجر يجي يقول لك والله ده اللي الكلاينت بعته، قلت له خلاص ده اللي انا طلعته، ما تزعلش مني، ما هو مفيش فما تجيش عشان مفيش، بس مش اكتر يعني. ودي حاجات يعني عملت مشاكل بقى ان انت بتعلي صوتك وبتتخانق بقى وبتاع. طب ما انا عايز الماتيريال، عايز اشتغل حاجه نظيفه مش هعرف، فبضطر تقول السمعه يعني مش بس كده، هو فكره ان انت عايز تشتغل تعمل حاجه مش بس شكلها حلو، حتى لو عايز تنجزها يعني تعمل حاجه وخلاص عشان تسلم البورتفوليو بتاعك على الاقل. مش شرط حتى بورتفوليو، عايز تسلم العميل عشان نخلص. ايوه فاهم؟ ما انت برضو ساعات العميل في عملاء تحبها عملاء لا، مش عيب، احنا بني ادمين كلنا يعني. بس العميل ده مثلا هو عايز ده، فخلاص يلا نسلمه ده، هيرجع لي يقول لي لا ما هو مش حلو. طب ما انت عشان بقيت لي حاجه مش حلوه، طب ما الاكونت مانجر ما قالش ده، فانا مضطر اقول ده، فبقيت انا اللي وحش. لا يا عم لا معلش بس فانا مش وحش، بس من الاول خالص قلت لك مش هيطلع حاجه نظيفه، لان انا مش الساحر مدحت، لان انت ما جبتليش حاجه نظيفه.
مظبوط. قعدت في الدوامه دي قد ايه؟ وايه اللي يعني ايه اللي دخلك اصلا الدوامه دي، وليه قعدت فيها فتره وخرجت منها ازاي؟ يعني ده حاجات مهمه. هتعيط مش عارف. مش فاكر بصراحه، من ان هو يعني يعني انت داخلها عشان عاوز خبره ولا عاوز فلوس؟ قصدك دوامه الايديتنج، قصدك دوامه الحاجات الوحشه. لا ايوه الحاجات الوحشه. يعني ايه اللي آه، دخلك الدوامه دي او الشركه دي او الشركه حالها وقع من الاخر، يعني الشركه كانت كويسه كبيره حلوه جميله بتطلع اعلانات، بعد كده بقينا في فكهانيه بس يعني كده يعني. ما طولتش بقى معاهم. طبعا يعني انت انسان مش فاهم، انسان ما بتبعتش حاجه صح، انسان محتاجني ساحر. انا مثلا قلت لك لا خلاص مش هاجي، قلت لي لا طب تعالى، قلت لك لا مش هاجي، ما عندي يعني. رحت مثلا شركه تانية ساعتها في نفس الوقت وقالوا لي لا خلاص خليك معانا بارت تايم. فاللي هو انت مثلا الشركه التانية دي انت كنت ميديا مانجر مسؤول عن الفلور، بتشوف كنت شغال في اي ليرنينج كورسز يعني. ف مسؤول عن الفلور عموما، ده بيطلع كذا وده بيصور كذا وده بيودي كذا. الناس بتفهم اهي، شغل اهو، شغلانه شغلانه حلوه بمرتب مفهوم، بتاخد خبره، بتاخد بورتفوليو، بتتبسط، بتمشي علشان تروح الشركه التانية. قرف بقى، زريبه داخل زريب قرف. ايوه فبس هتمشي طبعا، فكك يعني. وعادي السلام عليكم كده ماشي. الارزاق على الله حرفيا يعني. والله بجد أيوة. والله بجد، طالما بس- انت شاطر. ده حته حلو. طالما انت شاطر. بس في حد يقول لك ما تمشيش من الشركه غير لما تشوف شركه تانية. حصل. مهم والله، ما تمشيش من شركه لما تلاقي شركه تانية، استحمل. ماشي. انا شويه فاقعد في طالما الدوامه دي لحد ما الاقي شغل. بس اخرج منها يعني، ما تبقاش ده الكومفورت زون بتاعتك. والله العظيم ما كومفورت ولا زفت. يعني ما تتعودش، ماشي. ما تتعودش علشان ما تبقاش هو ده شغلك ودي طبيعه شغلك. ايوه هي دي اللقطه يعني. بص، ما تبقاش مبسوط او ما تبقاش متعود ان انت قاعد في دكانه. انت المفروض تتعود ان انت قاعد في شركه نظيفه. فبس تفضل قاعد بهذه المنتاليتي برضو. صح. هي كلها فهنوصل في الاخر ان هي كلها منتاليتي. للاسف صحيح يعني. والله فعلا يعني بصراحه مقتنع بده جدا. ممتاز قوي. وكنت مقتنع بده والله العظيم قبل الافيه بتاع محمد صلاح والمنتاليتي. والله فعلا والله بجد. بس لا هو فعلا اهم حاجه في الدنيا، في اي شغل، في اي كارير، في اي رحله عامه، هي المنتاليتي. حصل. طيب اول مرتب عيد خده كان كام؟ كان 1500 صح. ده من امتى؟ من امتى وكنت شغال ايه يعني؟ كنت بتعمل ايه بالظبط؟ كان من 5 سنين. كنت حاجات كتير قوي يا صاحبي. انا كان حتى التايتل بتاعي ما كانش فيديو اديتور من كتر الحاجات الكتير. انا كنت اسمي جوكر اصلا 1500. طبعا. جميل قوي. 1500 وكان اسمي جو. بس كان عندي كنت باخد خبره يعني. خدت الخبره. كنت ماسك استوديو وانا عيل صغير، كنت بعمل كذا وانا عيل صغير، فانت كان ليك اكسس في حاجات كتير تديك خبره. فاكس بقى فلوس مش وقته خالص يعني. فكان اهم حاجه الخبره، بعد كده انك مبسوط، بصراحه بعد كده الفلوس. بالظبط. بقعد ارتبهم كده في كل شركه. انا بقعد ارتبهم والله في كل شركه دلوقتي. صح. هيفرق عامه مع البني ادم جامد. هو مثلث كده. صحيح. يا ده يا ده يا ده يا دول ما تفهمش. ايوه صح. بس قصه الفلوس بقى والمرتبات. اتفضل يا باشا. موضوع شائك جدا. هقول لك يعني الناس دلوقتي عشان تخش المجال ده ممكن تبقى بتحبه، ولكن هو هيسيب حاجات كتير قوي زي ما انت ضحيت كده. قلت لي انت اصلا في الاصل ايه؟ حسابات ومعلومات دلوقتي، بروجرامر يعني. حصل. جميل. كنت فرونت اند. ماشي. سبت الكلام ده كله علشان تتفرغ لده ويبقى ده هو ده شغلك الشاغل، علشان ابقى شاطر فيه بس كمان يعني. تمام. يعني انا مقتنع ان انا كنت اشتغلت بروجرامر ما كنتش هبقى شاطر بنفس شطارة ده. ماشي. فاكيد منطقي مش هاخد فلوس زي ما هاخد هنا. ماشي. دي حاجة مهمة. ماشي. انت بروجرامينج ممكن يكون بيدخل اكتر، ما انت مش شاطر. صح. مش تبقى شاطر، الشطاره تجيب لك اكتر، فالسوق يبقى مضروب. انت شخص ضربته، طب ليه ما تبقى انت شخص كويس هناك؟ اشتكي من الناس المضروبه احسن. كويس يعني. اشتكي انت من الناس المضروبه احسن يعني. ايوه جميل. بس فبرضو انا عشان اضحي بكل ده لازم ابقى انا ضامن على الاقل ان انا هعيش يعني. هضحي بكل ده عشان قدام اعرف اتبسط بالفلوس واعيش والكلام ده منطقي. بس ما يعني بص بصراحه ما حدش بيضمن حاجه. دي حاجه تبقى ضامن ان انت هتتفحت وتفحت نفسك، علشان يعني ساعات كده البني ادم يضطر يقف كده على الحافه، لو هيقع مضطر يتصرف. فهنا بقى ماشي. فانا كنت هنا في الاول كده. جميل.
قول بقى. طيب قول لي بقى المرتبات برضو. انا كواحد اول شركه اشتغل فيها في 2025، مش من 5 سنين ولا حاجه. جونيور. اول حاجه ليا عملت، بس انا معايا بورتفوليو كويس يعني. لو معاك بورتفوليو كويس، طعمه حلو. لو معاك بورتفوليو كويس وجوسي كده ف ف يعني ابدأ من، يعني انا كنت عايز اقول لك 8 بس خلينا نقول 7 يعني، من 7 ل 10. من 7 ل 10. صراحة. تختلف بقى من الشركات والبيئة والمحافظة اللي انت قاعد فيها وكل وتختلف برضو في ان مين جوسي اكتر في الثلاثه، خبره ولا بورتفوليو ولا فلوس. يعني لو الفلوس هي الاهم في الثلاثه دول، شوف اللي هتعمله بقى، شوف هتتصرف ازاي، براحتك بقى. شوف هتتصرف ماليش دعوة ازاي. بيك بس كبورتفوليو وخبره يعني. في حاجه هتنقص حاجه. ايوه صح. بس صح. طيب ده الجونيور او الجينيور. جونيور. ماشي. طلعت شوية بقيت سينيور. ايه المرتبات او رينج المرتبات اللي احنا بنتكلم فيها هنا في مصر عادي؟ في مصر بص، في مصر قول 15-18 ألف. ماشي. بس في نفس الوقت مش عايز اقولك ان ده الليفل، يعني مش عايز اقولك ان ده اخرك، يعني مش اخرك برضو كده عادي. شغلك يقولك. ماشي. شغلك يقولك، معرفك انا اعرف تقولك. ازاي شغل؟ يعني انا دلوقتي معايا شغل، انا شايف الشغل جميل. باشا ابدأ قول رقم، ابدأ قول رقم ابيعه يعني عادي. ايوه هتبيعه، انت هتبيع جميل. رقمك. ماشي صح، يعني انت هتبيع سعرك. اطلب 30 مثلا، مش منطقي اهو، جدا كبير اهو يعني. حلو اهو بس حلو. ماشي. اطلبه، خليك قده. صح بس فانت اللي خليك القرد اللي بيسقف. خليك القرد اللي بيسقف، خليك قده. فانت اللي هتقيم نفسك في الاول وفي الاخر. اكيد، بس بتقيم نفسك وانت مش هتكسف نفسك. الطبيعي مش فكرة الطبيعي انه قلت الرقم ده فعلا خليك قده، يعني أنا هقول لك هطلب على منك حاجة. هتعمله. ماشي. انا دلوقتي شغلي بره بكذا وهنا بكذا، فاهم قصدي؟ فما تقوليش ان انا شغلي هيشغلني بره بكذا فانا عاوز اشتغل هنا اخد نفس الرقم ده، فاهم قصدي؟ فاهم جدا. بس ففي السوق بيقول حاجه فالتزم. السوق قال انت عايز تكسر السوق، خليك يعني انت كده ما بتضربش سعر، انت كده بتعليه. ماشي حلو، عليته. ما مش هشتغل. طب افرض عرفت تشتغل، ما دي قصه بقى يعني، دي حلو. حاجه. وانت بتعمل كده خليك ضامن ان انت شغال في شركه. ايوه تمام. فاهم قصدي؟ يعني انت ما سبتها، انت مش قاعد في بيتكو دلوقتي، يعني السينيور ما بيبقاش قاعد في بيته دلوقتي. اكيد طبعا. يعني بيبقى عنده برضو المينتاليتي بتاعت ان هو مضطر ياكل مام. ايوه صح. فخلاص انت هنا بتاخد المرتب اللي يرضيك، جات لك شغلانه في حته فطلبت الرقم ده، جت ما جاتش هتعمل ايه؟ طيب خلاص ما احنا راضيين بقى. فاهم؟ بس يعني جميل قوي والله اللي انا بقوله ده بحس ان انا الدنيا سهله، بس هو والله العظيم الدنيا زي القرف. بس احنا بنحاول يعني. احنا جايين نسهل الدنيا على الناس. بالظبط يعني. لا مش حاجه وحشه، انا قصدي ان هو ايه، يبان ان الكلام سهل، ان هو اطلب الرقم ده فهيجي لك. هو مش هيجي غير بعد مثلا 100 مره. يعني فبس ممكن يجي في المره ال100 فتمام، انت مرضي يعني، حصل خير الحمد لله. انت بتتكلم دلوقتي وانت مثلا بقالك اهو 6-7 سنين بتتعلم وشغال ورحت وجيت يعني ما شاء الله برضو، فاهم؟ ويعني معنى ان انا اشتغلت في 13 شركه معناه ان انا قدمت في 1900 مثلا. مظبوط قوي بصراحه. مثلا دي مش مثلا، هو ده على لينكد ان مكتوب عندي كده، فانا ما كنتش اعرف. بس انت بعت السي في بتاعك ل 1900 شركه، مين دول اصلا؟ أيوة. بجد مش منطقي يعني، انا مش مصدق الرقم الى الان. بس ده معناه انه فهتحبط بقى. اكيد انا قلت ال 1900 شركه دول اكيد قلت ارقام مجنونه، بس في واحده منهم ظبطت اكيد يعني. انا متاكد ان في واحده منهم ظبطت. ما تقعدش بقى تبص ده رفض ده ما رفضش، ما تحبطش بقى يعني. خلي عندك ثقافه اكتيفيتي الريجكشن، خليك رايق. يعني بجد والله انا بحب اروح الشركه، ممكن اترجك، ايه المشكله؟ اصله طبيعي، ما انت مش كل يوم هتروح تتاكسبت يعني. صح. بس صح فكده يعني. فبقول رقمك وانت مش خايف وانت مش مكسوف، اعرف ان انت شد نفسك، انضبط، اعرف ان انت هتتسال، هتتفحت، هتتهان في السي في بتاعك، ما انت اللي كاتبه، خليك قده كده يعني. طيب يجيلك واحد خد كورس 3 شهور، ده الكورس السحري بتاع اي حد جامد، ويخلص الكورس بقى عاوز يشتغل، ما يعمل كده. انا بالنسبه لي شايفه سحري على فكره. انا شايفه كورس سحري والله. عامه دي المراكز دلوقتي والحاجات بتاعه الكورسات يقول لك خد انا شايف اللوكشه دي تمشي، بس تعرف ان انت جونيور، بس هيشتغل
ولا ده حسب بقى لو هو شاطر هيشتغل. بص ملهاش علاقه انت خدت ايه ولا عملت خدت دبلومه سنه، ماشي. خدت كورس ساعه، خدت كورس 3 شهور، عملت اللي عملته، خليك شاطر. ماشي. فالمنتاليتي بتاعت ان انت بتعرف تحكي قصه، وهي المنتاليتي بتاعت الاديتور، مش جميل قوي. ادوات الاديتور. كلنا معانا شواكيش وحاجات، بس مش كلنا نجارين يعني. صحيح. بس ده كده يعني. مثال رائع للغايه. الله يستر. الله يستر. طيب لو انا مثلا عاوز اخش المجال ده، انا عارف هبقى تقيل عليكم في المجال، ولكن يا باشا براحتك، مفيش مشاكل. براحتك يا باشا. فانا بحب المجال جدا، فهخش المجال ده. وانا تاني مش بحب المجال قوي، او شايفه اصلا معقد، وايه بريمير ده وايه الكلام ده كله، ولكن انا عارف ان فيه فلوس حلوه جدا، وعارف ان لو دخلت وقعدت فتره هشتغل على نفسي هدخل فلوس. اشتغل على نفسك ولا حاجه. الشخص ده مش هيشتغل على نفسه خالص. محدش هيشتغل على نفسه وهو قرفان يعني. محدش هيشتغل على نفسه وهو حابب يطور من يعني، هو مش حابب اللي بيتطور بيه. ماشي. حتى لو جاله فلوس، يعني هو هدفه الفلوس. مش ما تتصرف يعني. صحيح. وجهة نظر بديهي. ماشي ما هتتصرف، هتعوز تجيب فلوس. يوه افتح البريمير. طب ليه طيب؟ ايوه. ما هتجيب فلوس ازاي؟ على فكره نفس الحوار في البرمجه مثلا. هفتح الفيجوال ستوديو، هفتح الفي اس كود ليه؟ ما مش هتشتغلها. صح. مش هتعرف تشتغلها. مش اللي هو مش تنميه بشريه حتى، مش هتعرف. فلازم مش ابقى هتعرف. في المقام الاول. انا احنا بحب المجال ده. احنا مش في قطاع الحكومه، احنا مش في وزاره الكهرباء يعني. فاهم قصدي؟ لا مش هتعرف. تحب الحاجه، او شوف انت بتحب ايه هتجبر نفسك تحبها. انت مجبر تحبها، يا اما ما تشتغلهاش، لان انت في قطاع خاص. اغلب الشغل يعني. القطاع الخاص ده معناه ان انت مش ضامن حاجه، فمعنى ان انت مش ضامن حاجه فانت مضطر تتطور. مش هتعرف تتطور غير لما تجتهد وتحب اللي بتجتهد فيه. جميل قوي. ما بتحبوش مش هتشتغلها، انا متاكد. اصل شفت ناس جنبي وهي بتقع عليها عشان هي كارهه الدنيا وكارهه الحياه وكارهه الحدوته وكارهه الشغلانه وكارهه الايديتنج خلاص مش هتعرف تشتغلها. هتقع والله، هتقع حتى لو انت كنت كبير يعني. جميل قوي. مش عارف ازاي هتبقى كبير في حاجه زي كده اصلا وانت مش بتحبها، بس هتقع. ده اخر سؤال عشان نبقى حققنا فكره الانترفيو. اتفضل يا باشا. ونبقى فعلا عملنا معاك انترفيو، وابشرك انت يعني لحد ما نجحت في الانترفيو. ماشي شغاله. فانت راجل كويس. هات بقى حبيبي سلام. سلم. هات بقى حاجه. فانا عاوز اعرف محمد عيد شايف نفسه فين كمان 3 سنين بجد؟ نفسك تعمل ايه في المجال بتاعك؟ توصل لفين؟ نفسي في مصر اشتغل في ودي حتى لو انا اشتغلت في شركات شبههم، بس نفسي اعمل كده يعني برضو. الشركتين دول بالذات نفسي اشتغل يا اما في مثلا اف بي 7 كايرو، او اخش بيس كيك. يعني نفسي اخش بيس كيك برضو جدا. جميل. واخش بتايتل معين، مش اخش وخلاص في الاثنين. أيوة. يعني نفسي اخش في كبوست بروديوسر، حتى لو انا كنت ميديا مانجر او مسكت فلور او هكذا او كده، او حتى لو كنت اديتور تيم ليد في حاجه. بس نفسي ابقى بوست بروديوسر مسؤول عن البرودكشن عموما ما بعد التصوير، او ان انا ابقى مسؤول عن البوست برودكشن، او اللي هو الحاجات ما بعد التصوير، مونتاج، في اف اكس، كولرينج، كل حاجه، موشن، حاجات. يعني انت مسؤول عن حاجات غير المونتاج زياده. مسؤول عن بس المونتاج حاجه فيهم، حاجه منهم. جميل قوي. يعني حتى لو انا عملت ده بايدي، الحاجات دي كلها بايدي، نفسي بقى ابقى مسؤول عن تيم بيعمل دول. جدا يعني. جميل. ده اللي انت عاوز تعمله كمان 3 سنين او خلال ال3 سنين؟ نفسي جدا. بس على فكرة مش بس في نفس الوقت مش فاهم ايه تاني مثلا. يعني قول لي مثلا. ايوه. لا انا عاوز اسمع. يعني الواحد دايما بيبقى حاطط كده في نفسه اللي هو انا نفسي اعمل ده خلال فعلا 3 سنين. فانا هو الشركتين دول بس اللي انت نفسك تشتغل فيهم، او تبقى وصلت في الحتة دي، ولا انت في دماغك حاجة تانية؟ يعني مثلا ايوه اديني مثال. لان ممكن يكون فعلا وانا مش واخد بالي، ناسي. يعني أنا مثلا من الحاجات اللي الواحد نفسه يعملها مثلا خلال ال3 سنين جايين، ان هو جنب الجرافيك ديزاين مثلا يبقى في حتة تانية شاطر قوي، ابقى مثلا اديتور جامد. ماشي. يعني معاك حاجة تانية بالظبط. فهل دي حاجة في دماغك، ولا انت خلاص انت اعتمدت؟ لا في دماغي فعلا. اهتم بالصوت، اتعلم اكتر عن الصوت. يعني انا اشتغلت شويه صوت، بس في نفس الوقت انا مش الشغلانه دي معلش اوديو انجينير.
اوديو انجينير انت مسؤول عن يعني البودكاست ده مثلا جميل قوي. في الصوت ده، حلو. فمحتاجين نشتغل عليه ان هو يبقى انضف احسن وهكذا. ما بتاخدش صوت الرو تشتغل عليه او تطلعه زي ما هو كده، لا بتاخده مهندس الصوت يظبطه وبعد كده يرجعه للإديتور بشكل نظيف بحيث انت تشتغل عليه. جميل. دي وظيفة عادي موجودة اوديو انجينير عادي جدا أيوة. بيعملوا كليبات وشغل حاجات جميلة، ناس جميلة يعني. ايوه. او ان حتى يعني عشان بس البروسيس قلتها مش صح برضو، هو مش بياخد الرو قبل ما الإديتور يشتغل، يعني صوت بيبقى اخر مرحلة. الإديتور بياخد الصوت بشكل رو يقطعه وبعد كده يقوم مسلمه كفايل للاوديو انجينير، فالاوديو انجينير يشتغل على الصوت وبعد كده يرجعه للإديتور تاني يطلع الشغلانه. دي قصة دي حدوته بس جميله يعني. فاهمك يعني. بصراحه يعني انا نفسي اكمل تعليم اكتر عن الصوت يعني بصراحه. يعني هعمل جميل. كده ان شاء الله تعمل كده يعني. شكرا والله. برو تولز كان جميل والله. كان نفسي احقق لك الاماني دي بس ما اعرفش حد بيسكيك شكراً. اعمل لهم فولو بس ان شاء الله خير. احنا كده خلصنا الفقرة دي، فقرة العب، والفقرة اللي هنلعب فيها مع عيد لعبة ونختبره ونشوف هيعرف الشخص اللي موجود معنا في الورقة دي من كام سؤال. شكرا على ثقتك الغالية زور لهم والله. بس الورقة عيد عشان تمام. هو المفروض ما يعرفش الشخص ده تمام. واللعبة دي لعبة كريتيف جدا يعني، احنا تقريبا الناس 1015 اللي عملها. فخلينا نشوف. انت ليك مرة ان انت تطلب هنت. ماشي واحدة بس. مع واحدة ماشي. بس. وفي اخر الموسم اقل ضيف هيجيبها في الاسئلة، يعني هيسأل اسئلة اقل ليه جايزة ان شاء الله. جايبين ايه؟ لسه انا اشوف يعني بس حاجة ماشي. حلوة، حاجة حلوة ان شاء الله. ماشي. هو ده شخص بيعمل محتوى على السوشيال ميديا كلها، بس ده ودي بقى ده كده انت ما ادتنيش هنت ولا حاجة. لا ده كده لسه انا متوقعتش حاجة. ده التعريف. طيب محتوى كوميدي؟ لا. محتوى رعب؟ لا برضه. هذا انت بتحبه جدا يعني. ده مش هنت ها. ما تقوليش على هنت. يمكن ما اعرفش. ده مش هنت. اسال السؤال الصح ونشوف. هو قلت لك بيقدم محتوى كوميدي صح؟ كوميدي ورعب لا. ماشي. ومش انا اكيد كنت قلت لي. بيقدم كوره؟ لا. محتوى علمي؟ ماشي. احمد غندور؟ سهله ولا احنا لا عادي اصل هو يعني لا تمام. هقول لك سهله ليه؟ ما هي صعبه. اقول لك صعبه وانا جبتها يا عم. استنى كويس. الحمد لله. ماشي. كم سؤال دول؟ الريكورد كسبان تمام. تمام من غير ما نعمل حاجه. انت تمام يعني. ماشي كده خلصنا فقره اللعب، ونرجع تاني للانترفيو بتاعنا واللي فيها هنسمع من عيد قصه او حكايه او حدوته وايا كان هتسمى. بتحرجني دلوقتي وانا ممكن مبقاش لا. حكا شاطر. مش انت مونتير بقى. صحيح. واللي فيها نسمع من عيد حكايه ملهمه جدا في شغله وفي حياته، نستفيد منها استفاده يا ابني انا قاسيه يعني. ماشي قاسيه. هنعيط كلنا. خلينا ننتقل للفقره الاخيره في انترفيو ويلا بينا. احكي لنا عيد حاجه مؤثره بجد. مش عاوزين نعيط. اصل انا شخص عندي مشكله وهي ميزه بالنسبه لي ان انا رايق مش بيفرق معايا قوي يعني، فمش عارف اقول ايه يعني. احكي لنا حاجه كده حصلت معاك اتعلمت منها درس خطير. ماشي. طب والله يعني بنجي في دماغي حاجه، فكره ان الارزاق على الله فعلا يعني بعد ما سبت بي انا سبتها بمزاجي، وفي نفس الوقت سبتها قبل ما الاقي شغل في حته تانية، ودي كانت تقريبا المره الوحيده اللي عملت فيها كده. فكنت بلا شغل بلا حاجه. فاهم. كنت محوش بس جزء كده على جنب، ده اللي كنت بصرف منه. جميل. بس في نفس الوقت كنت مش عارف انا قراري صح ولا غلط، وكنت مستني اي حاجه تاكد لي ده. احنا ممكن نعرف ليه سبت تبي؟ كنت مرهق. كنت واخد الثري بروجكتس مرهق جدا وصحيا والله. كنت واخد الثلاث بروجكتات بتوع الاو جي برودكشنز بتاعتهم اللي هم اشتري مني وكبرني وكفايه بقى. كان في منهم 2 على شاهد وواحد، والتالت كان على شاهد واتشال، بس في نفس الوقت كان محتاج ينزل برضو. أيوة. فانت واخد حاجات كتير قوي، تعبان مرهق رفت يعني، فاضطريت تبعد. خلصت السيزونز ومشيت. ما قدرتش بصراحه.
وكنت واخد تاني حاجات جنبها غير التلاتة دول، بس التلاتة دول بتوعي، لو هنشوف بقى مصيبة مشكلة هنحلها. فكده يعني كنت ماشي. يعني اتعودت انزل يوم الجمعة، فانا مش يعني انا برضو ذهنيا صحيا عايز اريح. ماشي. فكده يعني فسيبت بيه عشان كده. طيب. المهم يعني لما سبتها ما كنتش عارف انا صح ولا غلط، حسيت ان ده مش صح، ما كنتش عارف اعمل ايه. كنت مستني اي حاجة تقول ان ها ايه. مم. فبعد 7 ايام صراحة جالي انترفيو في الشركة اللي هي اللي بره يعني. بره سوق سعودي يعني؟ بره سوق مصر الخليج. عموما. لا تمام. سوق امريكي. جميل. بس في نفس الوقت في لحظة هو قال لي انت مش داخل انترفيو، يعني مدير الشركة دخل قال لي انت مش داخل انترفيو، احنا كده كده اكسبتد، فاحنا بس عايزين نتعرف عليك. فساعتها حسيت ان انا كويس. انا كنت خايف ابقى وحش بجد. أيوة. كنت خايف ابقى فعلا في الشغلانة صغير. لما سبت الشركة انا حسيت بده، لان انت تبقى مرهق دي معناها ان انت مش ماشي وهم ماسكين فيك. هم برضو احنا كنا بنتخانق يعني، الشغل ده طالع مش حلو ليه، الشغل ده طالع مش حلو، ما انت عشان تعبني، ما انا عشان ذهنيا مدمر فعلا. جميل. عشان ظهري واجعني وانا قاعد بجد فعلا يعني. ف كنت حسيت ان انا وحش فعلا. فهو جه حسسني ان انا كويس من غير ما اطلب منه. فحسيت ان ده الارزاق على الله، ربنا بعت لك حاجه، قال لك اهو خلال تمام اهي. 7 ايام دول، الاسبوع ده اللي انت بلا دماغي كانت بتجيب وتودي. فكنت بلهي نفسي في اكتيفيتيز كتير. ماشي. فبس يعني فمشيت يعني 7 ايام مشيوا يعني. مشيوا بس مشيوا وخلاص. وخلال 7 ايام ده انت كنت بتحاول تقدم على شغل تاني؟ ما هي جت كده برضو يعني. قدمت على الشغل ده مثلا بعد رابع يوم، هو في تالت في اليوم السابع كلمني بس كده. ولو رجع بيك السيناريو ده هتعمل نفس اللي انت عملته، ولا هتفضل في تي بي بي ولا؟ لو رجع بيا الزمن صراحة هيبقى في حاجات في الرحلة بتاعة تي بي بي مش هعملها، او هعمل عكسها، او هعمل حاجة احسن منها، بحيث ان انا افضل مكمل شوية زيادة في تي بي بي. جميل. بس في دماغك انت عارف ان هيجي يوم عليك وتسيب منطقي كده هسيبها. منطقي. مفيش شركة. انت بتحبش تعمر في حاجة ولا ده مش فكرة عمر، هو فكرة انه فعلا الرحلة بتخلص في اي حاجة. بس بنشوف ناس بقالها 15 سنة في شركة، هي دي الشركة دي زي شغالين ايه؟ مجالات معينة يعني ما اعرفش، بس ممكن تلاقي عندنا في الميديا نفس الكلام ده موجود يعني. مين؟ لا مين شخصيا ما اعرفوش. مش شرط شخصيا، قول لي مين تعرفه. تمام كمل. بجد اصل انا اقول لك على حاجه. مجال عمال يتغير كل شويه ويكبر كل شويه ويبقى فيه ثوابت فيه بتتقلب. فمنطقي مش هتعرف تكمل اكتر من 4 سنين 5 سنين. مش علشان المجال وحش، علشان هو بيتطور كتير عن الطبيعي يعني. المجال ده بعد 2017 ما بقيناش فاهمين هو بيعمل ايه ورايح فين. مش علشان حاجة وحشة، علشان هو بيكبر بسرعة يعني. فمش فكرة ما بحبش اعمر، هو فكرة ان انا بيجيلي فرصة احسن، بيجيلي حاجة انا عارف ان انا هتعلم فيها اكتر. المثلث اللي قلتلك عليه، لو خبرتي انبساطي فلوسي هتزيد، انا تمام. جميل اوي. بس فالرحلة دي اتعلمت منها ايه بقى؟ غير ان كده الارزاق على الله، بس حسيت يعني صحتك ونفسيتك مهمة قوي اه قوي، حتى لو انت مخلص في المكان جدا. يعني انا فعلا بيتقال لي كده في اي شركة بروحها، انت مخلص لشغلك لأبعد الحدود، وانا مقتنع بده. انا لو ما خلصتش هخش النار. بس برضو انت ليك صحة ونفسية، فانت ليك ليميت علشان تعرف تكمل وتعرف تعمر. قوله، ما تتكسفش انك تقول ان انت ليك ليميت يعني. ما تجيش على نفسك. مش ليميت تكنيكال، ليميت صحي. تمام. بس يعني مش حابب تضيف اي حاجة تانية؟ لا والله انا مبسوط بجد مبسوط. دي الحاجة اللي ممكن اضيفها يعني. احنا مبسوطين اكتر. الله يبارك. انا حسيت ان النص الاخير ده خلص بسرعة. بس تمام يعني. فكده انتهينا من الانترفيو الاول والألذ ان شاء الله بالنسبة لي، ومع محمد عيد. فعلا انسان جميل جدا، ورحلته ممتعة جدا، واكيد استفدنا منها كتير. ويشاركونا تحبوا نتكلم في مجال ايه تاني، مين الناس اللي تحبوا نجيبها. وبس انتهينا من الحلقة النهاردة، وانا اتبسطت جدا وتشرفت بوجودي النهارده معاك. والله الله يبارك لك. والله حبيبي انا مبسوط. شكرا يا اخواتي.